بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم دكتور هاني سليمان لجراحة العظام والعمود الفقري والروماتيزم. احنا هنتكلم النهارده عن فيديو مهم جدا بيحتاجوا كل الناس إن هم يستفسروا عنه وبيحتاجوا يفهموا طبيعة الفيديو ده إيه أو طبيعة التدخل اللي احنا هنعمله ده إيه. هنتكلم النهارده عن الليزروف. الليزروف دي جراحة بنعملها للعيان من معظم استخداماتها لجراحات التجميلية. الجراحات التجميلية زي إيه؟ زي إن احنا نعالج قصر الطول، يعني عيان قصير ونفسه يطول، نفسه يغير من حياته ومن حياته يبقى طويل، عاوز ده لشغل معين او عاوز ده لهدف معين في حياته هيحسن نفسيته. فالجراحات التطويل بنستخدم وافضل استخدام ليها، مع ان ليها تقنيات تانية اخرى، بس افضل تقنيه ليها وانجح تقنيه ليها واللي بتبقى نتيجتها ممتازه دايما هو جراحه الليزر. ايه اللي بيتم في التدخل الجراحي ده؟ ان احنا بنركب جهاز الليزروف للعيان على الوضع اللي هو فيه من غير ما يعمل اي حاجه في العظمه. بنركب الجهاز الاول وبنيجي من عند تحت الركبه مباشره. بعد ما نركب الجهاز بنكسر العظمايه، بنعمل حاجه اسمها شق عظمي، ولما نوصل للشق العظمي يبقى العظمتين انفصلوا عن بعض، بالتالي نقدر نبدا نعمل التطويل. بعد اسبوعين من الجراحه بنعلم العيان ازاي يطول كل يوم. يعني انت اللي بتطول رجلك بايدك، بنطول كل يوم ملي عن طريق نص ملي الصبح ونص ملي بالليل. فكده تلاقي ان الملي بيطول في يوم، يبقى في الشهر العيان يطول 15 ملي، يعني حوالي سنتي ونص. يعني العيان ده لو عايز 10 سنتي هيطولهم في 100 يوم، تمام؟ وبياخد زيهم 100 يوم كمان عشان العظمه تقوى وتلحم. وبعد كده بنشيل الجهاز بتاعنا، بيبقى العيان كسب 10 سم طول، وده بيفرق معاه كتير جدا في حياته، وعملناها لحالات كتير وكانت الحالات مبسوطه بالنتيجه جدا جدا جدا. طيب هل ده استخدام الليزروف لوحده؟ لا، الليزروف له استخدامات اخرى وهنتكلم عنها في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن اول جراحه تجميليه للليزروف اللي هي التطويل، وفهمنا احنا بنطول ازاي وبنطول في مده قد ايه. طبعا ده اللي بيستخدمه، بقوله تاني، الناس اللي محتاجه، يعني ده مفيش حاله بفرض عليها الليزروف بقول له انت محتاج تطول، لا، العيان اللي هو لو عايز يطول احنا بنعمل له ده، لكن مفيش عيان احنا بنقول له انت محتاج تطول فلازم تعمل الليزروف، وعشان كده بنسميها جراحه تجميليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.